صبغ الجراح اللي انت بتقول عليه ده. انا بكره التصوير يا عبد الله. احنا غلابه، دي اشاعات مغرضه، كله جميل. حد ضرب الحزام ده، ضرب تحت الحزام ده. معظم الناس في جراحات السمنه كان الاول فيها الشق التجميلي، وبدات الناس تتكلم عن البيكيني سليف والنانو تكنولوجي والحاجات دي كلها، ودي كلها افكار تجميليه، قليل منها تكنيكالي جوه العمليات جوه البطن. اشكال كلها تجميليه. هل ده مهم؟ اه طبعا مهم، والناس مهتميه بيه ومفيد. طب ليه احنا ما نعملش حاجه زي كده ونستخدم تكنولوجي موجوده عالميا ونبدا نديها للعيانين بتوعنا؟ فكرته ببساطه، انا البيكيني والنانو ده بيختلف في حجم الجروح واماكنها. انا بالنسبه لي الموضوع ده مهم، بس اهم حاجه سيفتي العيان. يعني ما ينفعش عيان يبقى مثلا 170 كيلو، ما ينفعش اعمل له بيكيني سليف، ده هياثر على السيفتي بتاع العمليه. طب انا اديله ايه تاني؟ ممكن اديله التيشو جلو، اقفل له الجروح باحسن حاجه ممكنه تخلي ما فيش اثر